السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مختلف عن الفيديوهات السابقة. هنعمل النهاردة الفطير المشلتت الفلاحي على اصوله، خطوة خطوة. يعني هتتابع معايا الفيديو هتقومي حالا تعملي احلى فطير مشلتت فلاحي. بس قبل اي حاجة نذكر الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. الاول معانا الطبق اللي هنعجن فيه، نزلنا فيه بمية دافية ومعلقة من السكر، دوبناهم كويس جدا. نزلت عليهم ب2 كيلو من الدقيق، وبعد كده بتضيفي المية بالتدريج زي ما انت شايفة كده، عشان كل نوع دقيق على حسب نوعه بياخد كمية مية. فدلوقتي احنا هننزل بالمية الدافية بالتدريج كده وتبدأي تعجني الفطير. ودلوقتي هننزل بكمان شوية من المية الدافية. الفطير بقى ايه يا حبايبي؟ لازم يتعجن ويتلت كويس جدا جدا عشان يبقى معاكي مورق كده وجميل، واثناء ما انت بتعمليه العجينة ما تقطعش معاكي ويبقى مورق وخفيف. ودلوقتي نزلت بمعلقة من الزيت، معلقة صغيرة كده عشان تلمي العجين وتنضفي الطبق اللي انت بتعجني فيه. بتكوني كده وصلتي للمرحلة الأخيرة من العجن. أي عجينة بتعجنيها لما تلاقي العجينة لمت من الطبق زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله، يعني زي ما يكون انت غسلاه بالظبط وايدك نطفت تماما والعجينة بقى ملمسها ناعم كده وما بتلزقش في الايد، يبقى انت كده اخدت عجينة ممتازة وناجحة 100%. ودلوقتي هنسيبها ترتاح نص ساعة بالظبط. بتغطيها وتسيبيها في مكان دافي. ودي حلوين بعد ما ارتاحت، شايفين ما شاء الله بقت عاملة ازاي زي الملبن ما شاء الله. هنبدأ نكورها كور صغيرة بالشكل ده. دي طريقتي في الفطير المشلتت، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم الطريقة ما تبخلوش عليا بالكومنت الجميل والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. ما تبخلوش على أختكم باللايكات يا أحلى مشاهدين في الدنيا. ودي كمية العجين بعد ما كورتها كور قد بعض كده يعني متساوية. هنبدأ ندهنها بدهنة بسيطة كده من الزيت عشان ما تلزقش في بعضيها، عشان هسيبها ترتاح تاني نص ساعة. بتغطيها بتحطيها في مكان دافي بترتاح نص ساعة كمان عشان تفرد معاكي بكل سهولة وانتي بتعملي الفطير. شايفين ما شاء الله 2 كيلو من الدقيق، بسم الله ما شاء الله عملوا كام كورة عجين ما شاء الله. ودلوقتي هنفرد اول كرة زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله بتفرد معاكي بكل سهولة، اللي بتفرديها ما بترجعش تاني، معنى كده ان العجينة ارتاحت كويس جدا وهتفرد معاكي. طبعا لو انا شغالة على الرخامة كان افضل. انا كنت كده بجرب المفرش، حطاه على طبلية كده وبفرد عليه. دي تاني كورة من العجين عملتها على الصينية زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله عجينة جميلة جدا، ما حطيناش اي حاجة. شايفين ما شاء الله. لازم الفطير تعمليه كده وانت بتفرديه سوري، عشان يبقى معاكي خفيف والتوريقة بتاعته خفيفة مش تقيلة ولا تخينة. شايفين ما شاء الله رقيق جدا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ودلوقتي دي سمنة أنا مسيحاها زبدة صفرة وحط عليها كوباية من الزيت. هبدأ أرش كل طبقة من العجين أفردها بالشكل ده على الصينية. هندهنها دهنة بسيطة كده زي ما انتم شايفين. وده أول فيديو ليا على القناة للفطير المشلتت. يا رب يعجبكم وياخد لايكات كتير، اللهم امين يا رب. اجعل لنا قبول بين عبادك. وبقفلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين ما شاء الله كل كور العجين هقفلها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. والفطيرة بعملها 4 كور، الكرة الخامسة بفردها زي ما انتم شفتم كده، وعليها ال4 اللي متقفلين. وهنبدأ نلم الفطيرة مع بعضها بالشكل ده. طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة. بتعملي اكبر كمية فطير في وقت صغير جدا، ما بتاخدش وقت بصراحة. شايفين ما شاء الله كده. دي فطيرة معانا كده اصبحت جاهزة. ودهنة الصينية بدهنة من الزيت. بتبدأي تلمي فيها من تحت كده عشان ايه تديك الشكل الدائري لما تيجي تفرديها بعد ما ترتاح قبل ما تدخليها الفرن. هنسيبها ترتاح شوية على ما نكمل باقي العجين. طبعا انا ما بشغلش الفرن للتسوية الا لما بخلص الفطير كله عشان يبقى ارتاح كده. واول ما تدخليه الفرن ما شاء الله بينفخ معاكي بسم الله ما شاء الله، بيبقى جميل جدا. وهنا رجعت تاني افرد على الطبلية على المفرش البلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين ما شاء الله، شايفين خفيفة قد ايه. شايفين الفقاعات دي يا احلى مشاهدين في الدنيا. معنى كده ان عجينتك جميلة جدا مش ناقصها اي حاجة. شايفين ما شاء الله كده الفطيرة ارتاحت معانا. هنبدأ نفردها عشان كده احنا ولعنا الفرن وهنبدأ نسوي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، فردت معاكي بكل سهولة مش صعبة خالص. وملت الصينية معاكي ودخلناها الفرن على الرف الأرضي أعلى درجة حرارة في الفرن. وبتشغلي الشواية، يعني بتشغلي الفرن من تحت وبتشغلي الشواية بالظبط. بتاخد لها ربع ساعة وبتستوي. وطلعت بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. وعملنا الفطير المشلتت في البيت ولا الحوجة لغلاء المحلات والفطاطرية برا، مع حبة عسل كده وعليهم معلقة من الطحينة، حتتين جبنة قديمة لعشاق الفطير طبعا. والجبنة القديمة أنا عن نفسي بحب الفطير مع الجبنة القديمة جدا، ما بحبوش بعسل بصراحة. شايفين ما شاء الله، شايفين التوريقة والجمال. مش قادرة اقول لكم ريحته جميلة جدا وطري ما شاء الله مش ناشف خالص. بصراحة شكله تحفة ويفتح النفس ما شاء الله. يلا يا احلى مشاهدين في الدنيا، شجعونا كده باللايك والكومنت الجميل ودعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يكرمنا ويجعل لنا قبول بين عباده اللهم امين. واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل اشعار لما ننزل فيديو جديد، عشان اللي جاي احلى ان شاء الله. ايه رأيكم في التزيين الجميل اللي يفتح النفس ده ما شاء الله؟ والله برافو عليك يا ام كريم، تسلم ايدك. عملنا الفطير
بكل سهولة وبكل بساطة وبطريقة سهلة جدا، ما اخدش معانا وقت زي ما انتم شايفين كده. بس احنا ايه بقى، بنحب الفطير كبير شوية زي ما انتم شايفين، فعملنا 2 كيلو من الدقيق، عملنا 4 فطاير كبار زي ما حضراتكم شايفين كده. كان ممكن نعمل الكيلو الدقيق واحد بس 4 فطاير، بس بأحجام صغيرة. شايفين ما شاء الله، يعني الفطيرة تكفي 5 أفراد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا بصرف النظر عن ان انتي وفرت كتير جدا عن ان ما انتي تجيبيه من بره، بتضمني حاجة انتي عاملاها في البيت وبايديكي ولأولادك، حاجة مضمونة ونضيفة جدا، وبتعمليها بطريقتك وبايديكي. وطول ما انتي حابة اولادك وحابة حياتك وحابة مطبخك، هتطلعي احلى ما عندك، وهتبدعي بصراحة في كل حاجة بتعمليها. شايفين ما شاء الله، مفيش حاجة صعبة يا جماعة والله. دايما امي تقولي اللي ليه عين وراس يعمل زي الناس، يعني ما تستصعبيش على نفسك اي حاجة. اي حاجة تشوفيها تقومي تعمليها هتحققي. لو ما نجحتيش فيها اول مرة، هتنجحي تاني مرة، هتنجحي تالت مرة. لازم كده بالتجربة كل حاجة بتتحقق. وعشان تحققي حلمك لازم تصري ان انتي توصلي للهدف اللي في دماغك. يلا يا حلوين، نعطر فمنا بذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.